هاي يا صحابي، ازيكم؟ إيه الاخبار؟ فاكرين بقى ترند البيج ماك تاكوس؟ تعالوا بقى نعمله بمكونات كلها عندكم في البيت. ممكن تقوموا تعملوه دلوقتي حالا ونشوف هل هيدخل معانا في سلسله وصفات ال5 دقايق ولا لا. كل اللي هحتاجه ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا على الوصفه. اول حاجه هجيب لحمه مفرومه واحط عليها توابل ملح وفلفل بس مش اكتر. والتركه هنا بقى ان انا هستخدم العيش البلدي بتاعنا علشان استخدمه بدل التورتيه وبدل اي نوع عيش تاني عشان يكون صحي اكتر. وفي نفس الوقت اقول لكم التركه هنعملها هنا ازاي. هبدا بقى ان انا استخدم وش العيش البلدي او ممكن تستخدموا الظهر بتاعه ايا كان. هنستخدم جزء واحد منه بس وممكن نعمل الاتنين. فالصوره الاولانيه انا كنت عامله الاتنين. المهم احنا بنعمل الحركه دي علشان يبقى خفيف معايا زي نفس القوام بتاع التورتيه وبيكون صحي معايا اكتر. هنا شغلت التايمر بقى علشان نشوف التحدي بتاعنا. فصلت بقى الجزء الاولاني من العيش وهبدا بقى احط عليه اللحمه المفرومه بالتوابل الاساسيه بتاعتي، الملح وفلفل بس. ومش عايزين اي اضافات لتوابل تانية علشان طعم اللحمه بتاعي يكون باين. هبدا بقى ان انا افرده كده في نص العيش. انا عايزاه يكون الطبقه بتاعته رفيعه بس في نفس الوقت مش عايزه افرده على العيش كله. وهسيب لكم كمان بقيه الوصفات بتاعه سلسله ال5 دقايق فوق، ما تنسوش ان انتوا تروحوا تشوفوها. واحلى حاجه بقى في الوصفه دي ان احنا نقدر نعملها حالا، ان المكونات كلها متاكده ان عندكم كلكم. هبدا بقى اجيب طاسه واحطها على النار. انا استخدمت هنا طاسه سيراميك فمش هحتاج ان انا احط لها زيت كتير، حطيت بس رشه بسيطه جدا من الزيت عشان تحمر لي العيش مش اكتر. وهبدا بقى ان انا اوزعه كده على الطاسه واسيبها تسخن شويه. طبعا التايمر معانا شغال فما تقلقوش عشان نشوف هيدخل معانا التحدي ولا لا. هنا بقى اول ما اتاكد ان الطاسه سخنت معايا ساعتها هبدا بقى انزل العيش. سامعين بقى الصوت بتاع العيش؟ هو ده الدرجه اللي انا عايزاها. هتاخد بالظبط دقيقة ونص على الوش بتاع اللحمة لان هي مبتاخدش وقت خالص. هبدأ بقى ان انا ادوس عليها بالسباتولا كده عشان اتأكد ان اللحمة ماسكة في الطاسة كويس قوي. وبعدين هبدأ بقى ان انا لما تخلص دقيقة ونص بالظبط هقلبها على الناحية التانية لما اتأكد ان هي خلاص مش لازقة. ده كده التايمر معانا شغال. وببدأ بقى ان انا اديها اخر كده ضغطتين بالسباتولا عشان اتأكد ان اللحمة المفرومة استوت من كل الاتجاهات. هنا بقى ببدأ ان انا اشوف هل هي تطلع معايا ولا لا. وهبدأ بقى ان انا اقلبها على طول مرة واحدة. خلوا بالكم ان اللحمة هنا الجزء اللي طلع ده لان اللحمة اصلا مش حاطه لها دهون واللحمة ما فيهاش دهون، فعلشان كده في جزء منها فك شوية بس ده عادي جدا. هي جزء بسيط قوي. هبدأ بقى انا ادخله تاني جوه اللحمة واسيب بقى العيش على الناحية التانية يتحمص معايا. حاجة كده خطيرة بجد، حلوة قوي، تقدروا تعملوه في اي وقت وتقدموه بالشكل اللي انتوا عايزينه. وهعمل لكم كمان الصوص بتاع البيج ماك تاكوز، خطير، ما بياخدش وقت خالص، بالظبط اخد مني دقيقه بس. هعمله لكم في الفيديو بتاع بكره فما تنسوش ان انتوا تروحوا تشوفوه. بعد ما اتاكد ان العيش بتاعي اتحمر كويس قوي هبدا بقى ان انا اشيله وانقله في الطبق بتاعي وازينه بقى بشويه من الكابوتشي او من الخس واحط عليه بقى الصوص الخطير اللي هتشوفوه دلوقتي. ده صوص البيج ماك تاكوز، عملته بالظبط باربع مكونات، سهل جدا وسريع قوي. ده شكل العيش وهو متحمر. هبدأ بقى ان انا افرده عليه كده واستنوا بقى الفيديو بتاع بكرة عشان تشوفوا طريقة الصوص الخطير ده. واشوفكم بقى في وصفة جديدة. وبصوا التايمر بتاعي وبكده نكون خلصناها بالظبط في 4 دقايق ونص بالصوص كمان. فاستنوا بقى بكرة الصوص ووصفة خطيرة. نجحنا المرة دي في الوصفة دي واشوفكم في وصفة جديدة من سلسلة وصفات ال5 دقايق. وبس كده، باي.